مين اللي قتل السيدة ثريا اللي عايشة مع جوزها القعيد وابنها اللي عنده 16 سنة؟ وجدوها مخنوقة في شقتها. الأجهزة الأمنية لما وجدت جثتها وبدأ التحريات والبحث والكاميرات ويدوروا على مين اللي دخل ومين اللي طلع، اتفاجئوا بحقيقة ما كانش تخطر على بالهم أبدا، إن العيل اللي عنده 16 سنة ليه صديق من نفس السن داخل طالع عليهم ومصاحبهم وعارف أسرارهم، وعرف من أحمد صاحبه إن أمه قبضت جمعية 4000 جنيه. العيل اللي عنده 16 سنة فكر إن هو يسرق الست دي إزاي؟ خبط عليها وكان أحمد جوه نايم. قالت له تعالى أنا هصحيه. قال لا أخليه أنا هصحيه. الست دخلت تعمل له كوباية شاي وحست إنه هو بيتوجه ناحية الدولاب. خدت بالها وقالت له كده يا ياسر أنا هعرف أحمد. ياسر خاف أحسن هي تبلغ أحمد ويتفضح. هجم عليها قبل ما تصرخ وخنقها وما سابهاش إلا وهي ميتة. الست ما قدرتش تقاوم وماتت في الحال. الكاميرات فضحت أحمد، لكن احنا بنقول سرك محدش يعرفه. قبضتوا جمعية، دخلتوا أي حاجة البيت، كل أسراركم خليها لكم انتوا، لأنك ما تعرفش اللي بيسمع السر دوت ضميره ايه من ناحيتك.